الذي ينقل من كتاب كشف الغمة ثم يدلس على الناس في قناة فضائية متصورا أن الحقيقة ستظل مخفية وهي بينة كالشمس في رابعة النهار. كشف الغمة في معرفة الأئمة للمحقق الأربلي، جزء 2 ولا 3؟ المجلد الثالث، هذا الذي عندي طبعة دار الأضواء. نعم. يقول: أما الجواب عن إنكارهم بقاءه في السرداب من غير أحد يقوم بطعامه وشرابه فعنه جوابان. العلامة الأربلي كما قرأتم معي في نفس الكتاب يصرح أنه ينقل هذا الكلام عن أحد علماء الشافعية وهو الكنجي الشافعي، ومع ذلك يأتي هذا المدلس ليكذب على المشاهد بلا خجل وينسب الكلام إلى علماء الشيعة، والحقيقة واضحة كوضوح الشمس. يعني يكذبون الكذبة ثم يصدقونها، ثم يصدقون الكذبة. صحيح، تكذب الكذبة ثم تصدقها. وزد على كل هذا أنه يأتي هذا الجاهل الآخر ابن شمس فينقل من كتاب الشافعي ويظن أنه كتاب شيعي إمامي، وهذا هو قمة الجهل والمهزلة. هذا كتاب كفاية الطالب. يا حمار يا حمار يا حمار. تعال يا جاهل بكتب الشيعة وبعقائد الشيعة أريك من هو صاحب هذا الكتاب حقا، حتى تعلم أنك ما تقرأ ولا تبحث وإنما نسخت ودلست. في كتاب الأعلام تأليف خير الدين الزركلي في الجزء السابع في صفحة 150 في ترجمة الكنجي هو محمد بن يوسف بن محمد أبو عبد الله بن الفخر الكنجي، نزل بدمشق ومال إلى التشيع، وصنف كفاية الطالب في مناقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، والبيان في أخبار صاحب الزمان. إذن ليس من علماء الشيعة بل من علماء السقيفة الذي مال إلى التشيع. وهذه التهمة نفسها وجهت قبل ذلك إلى الحاكم النيسابوري وإلى النسائي أيضا حين ألف كتبا في فضائل أمير المؤمنين عليه السلام.